بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحشود الكبيرة يا أيها الأحرار، هذه الوجوه الطيبة النيرة، أمسي عليكم وأحييكم وأقول إن تاريخ اليوم يشهد لكم يا أحرار. وكذلك أحيي النساء أخوات الرجال الذين أتوا اليوم والموجودين معانا، وأقول لكم والله العظيم، وهذا مو نفاق ولا تملق، والله إنه أنتم علمتوا بعض الناس المرجلة. ولا يسعني إني أشكر الحراك الشبابي المتعلم الذي يجتمع ليلا ونهارا بطريقة راقية وحضارية وسلمية لكي ينظم نفسه من خلال قنوات الاتصال التكنولوجي، من خلال تويتر. أحييكم وأحيي مسيراتكم الحضارية والسلمية وأقول قواكم الله. وكذلك أحب أشكر الشخصيات الكويتية من كافة المشارب الطائفية والعائلية والقبلية، والشخصيات السياسية والتيارات السياسية بكافة، الذين امتنعوا بعدم الترشيح بسبب مرسوم العار والسبة. ولا يسعني يا أخوان، اسمحوا لي إني أعبر بما في وجداني وقلبي، أن أشكر المواطن خالد عبد الله المشاري لأنه سطر درس وطني. وكلكم تعرفون بما دار في التويتر وبما تفضل به هذا الأخ المواطن الكريم، وأقول أن التاريخ راح يسجل موقفك ودرسهم يا خالد. يا أخوان، نحن اليوم في يوم تاريخي فعلا، مرور 50 عام، 5 عقود، نصف قرن على العمل بأحكام الدستور. في ذلك اليوم فعلا بدأت دولة عبد الله السالم صباح، دولة دستورية، دولة مدنية تسير بالدستور والقانون، دولة المؤسسات والمجتمع الدولي، دولة المؤسسات والمجتمع المدني. تصوروا هذا الفكر عند المرحوم الشيخ عبد الله السالم صباح في 61. تصوروا الوضع والمستوى الثقافي والاجتماعي، ذلك الوضع التعليمي بال61. فعلا كان قائد ذو نظرة، وكان ذو رؤية وذو رؤية استراتيجية، وأدرك أن المجتمع الكويتي آنذاك اللي كان مجتمع مهاجر يتكون من طوائف وقبائل وعوائل، قال آن الأوان أن ينصهر في بوتقة واحدة تحت مظلة دولة دستورية، دولة المؤسسات. وكما ذكروا بعض الأخوان، تم تشكيل المجلس التأسيسي، ومن خلال المجلس التأسيسي انبثق عنه لجنة صياغة الدستور. وبهذه المناسبة التاريخية لا يمكن أن أغفل
أن أحيي لجنة صياغة الدستور المرحوم عبد اللطيف الثيال غانم، الدكتور الله يطول بعمره أحمد الخطيب، العم يعقوب الحميدي الله يطول بعمره، المرحوم سعود عبد الله عبد الرزاق. ولا ننسى في المجلس التأسيسي هناك العديد من الشخصيات، يوسف المخلد الضباري، وكذلك لا ننسى بالإضافة العم عبد العزيز الصقر، شخصيات كبيرة كويتية سطرت لنا هذا الدستور، سطرت لنا هذه الحقوق. الدستور هو عقد سياسي اجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم، لهم حقوق وواجبات ولدينا حقوق وواجبات. الدستور ليس فقط المادة الرابعة، لا، الدستور هو 183 مادة